بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر. اسمك على وثائق ويكيليكس التي كشفت ما يدور خلف الأبواب المغلقة. يوم تبلى السرائر. اسمك على وثائق ويكيليكس، وما نقلته أيضا لوس أنجلوس تايمز، وكلها بالطبع عن وثائق ويكيليكس. يوم تبلى السرائر. اسمك على وثائق ويكيليكس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من في هذا العالم الآن لا يعرف ويكيليكس؟ ومن لا يعرف اسم جوليان أسانج؟ معلوم شأن الموقع والتسريبات التي خرجت من وزارة الخارجية الأمريكية ومدى انتشار هذا الأمر، لكن أنا تصورت الأمر بشكل آخر، وسميت هذه المحاضرة بهذا الاسم. تصور لو أن اسمك على هذا الموقع، وهو الآن صار رمز للفضائح. كل ما هو مستور وكل ما هو غائب عن الناس صار الآن واضحا جليا، وكل واحد مننا ليه أسراره، وكل واحد مننا ليه خفاياه. فلو تتصور أنه كل خفاياك ظهرت وصارت أمام الناس، كيف يمكن أن تعيش؟ البعد ده بيخلينا نفهم معاني مش واخدين بالنا منها، وحيخلينا نقف على أمور مهمة قوي في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى ابتداء، ومعرفتنا بنفسينا، وبما نعد ليوم تبلى السرائر. ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بهذا الاسم، يوم تبلى السرائر، الخفايا. تصور الخفايا دي كلها على رؤوس الأشهاد، كيف يكون الحال؟ تعالوا نشوف كده المشاهد دي في الأول، ونتخيل كل واحد ممكن يكون مرت بمشهد من هذه المشاهد أو سمع عنها، وقولوا لي الواحد لو مشكلته من هذه المشاكل يكون حاله ازاي. لو تصوروا واحدة تدخل على الجهاز الشخصي لجوزها، وبمنتهى العفوية وهي مش سيئة الظن بزوجها ولا أي شيء، تكتشف إن هو بقاله سنين أو فترات طويلة بيدخل مواقع إباحية قذرة. وبعدين تصور إن الزوجة دي اتفتنت بالكلام ده، وبقت هي رخرة تعيش نفس اللي بيعيشه زوجها، وبعد فترة يكتشف زوجها إنه في حد بيلعب على جهازه، وإنه بيدخل على نفس الأشياء اللي هو بيدخل عليها. يبقى حاله إزاي؟ أو تصور إن رد فعلها إن هي استنته أول ما جه، وراحت فتحاله صفحة من الصفحات اللي بيتفرج عليها، وقالت له لو سمحت فسر لي ده إيه؟ يعيش إزاي؟ يتصرف إزاي؟ وخفاياه ظهرت. تصور الموقف الثاني، واحد يروح مع أصدقائه شلة الأنس بتاعه، وعايزين يقضوا ليلة ظريفة، وبعدين يبص يلاقيهم كل واحد قاعد بيبعت للتاني بالبلوتوث صور وحاجات اللي انتوا فاهمينها، فياخدوا الفضول ويخش هو راخر ياخد الحاجات دي، فيبص يلاقي الصورة صورة حد من محارمه، صورة أخته مثلا، وهي في مشهد سيء. يبقى ايه الرد ويبقى ايه الفعل؟ تصوروا واحد قبل الجواز كان عايش حياته بالطول وبالعرض، وبيقع في زنا وبيقع في كذا، لكن
خلاص قال خلاص هتوب وهتجوز. وبعدين ليلة البناء يكتشف انه مراته مش بكر، ويلاقي وخز الضمير جواه بيقول له كما تدين تدان. يبقى ايه الحال؟ تصوروا واحد تاني كان في اول حياته برضه عايش شبابه، وبعدين مرت الايام والسنين واتجوز وخلف، وبعد كده ابنه كبر وشاب وبقى في سن المراهقة، وبعدين يكتشف ان ابنه مدمن مخدرات. الراجل ده دي قصة واقعية، احد اشهر التجار في البلد ابنه بيتعالج في سويسرا، بيتعالج من المخدرات، وفلوس الراجل اللي الناس قاعدة تقول ده بالاكوام رايح على الولد. والبداية فين؟ البداية سرائر، وكما تدين تدان. فاكرين طبعا شرايط الفيديو والفضايح دي، المادة الإعلامية الخاصة لأي إعلام، فضيحة فلان وفضيحة فلان، وبقت الفضايح بتصل إلى غرف النوم. وتصوروا بقى أن حد يبقى متصور بهذا الشكل ويصير أمام الناس كلها هكذا عارم، ويوم تبلى السرائر هيبقى الحال كذلك. هنا المشكلة، لو لم يسترنا الستير سبحانه وتعالى محدش منا يطيق الآخر. كان السلف الواحد منهم يقول لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، محدش هيطيق حد، محدش هيطيق انه يتعامل مع حد. فهذا ستر الله عز وجل. عشان كده كتير من السلف كان الواحد منهم يتعبد الله باسمه الستير، وكان إذا ناجى الله عز وجل توقف عند قوله سترك الجميل الذي لم يزل، سترك الجميل الذي لم يزل. مش عارف حتى يدعي يقول يا رب أتم عليه النعمة، يقعد يقول سترك الجميل الذي لم يزل، مش عارف يطلع من إحساس النعمة بالستر. عشان كده سمى الله نفسه المنان، لأنه الذي يثقل العباد بالنعم، ومن أعظم النعم نعمة الستر. يمكن لما حد يتفضح وتظهر خفاياه يكون رد فعله ممكن يكتئب ويختفي عن الأنظار تماما، وبعض الناس تفكر في الحال في الانتحار. بيحكي الشيخ نبيل العوضي في أحد المحاضرات عن رسالة واقعية واحدة بعتتها له. نص الرسالة بالضبط كده: عندما يصلكم كلامي سوف أكون فارقت هذه الحياة، أكون انتحرت. تقول هذه الفتاة أنها من أسرة غنية، تزوجت من شاب جميل غني ذو منصب مرموق، كل فتاة تتمنى أن تتزوج مثل هذا الرجل، وكانت تحبه واستمرت حياتها بسعادة إلى أن اقترح زوجها أن يشتري لها جهاز كمبيوتر، وبالفعل اشترى لها هذا الجهاز. وما كانت تعلم هذه المسكينة أن هذا الجهاز سيدمر حياتها ويقودها إلى الانتحار. تقول: علمني زوجي على الكمبيوتر ودخلت عالم الانترنت فترة من الزمن، إلى أن تعرفت على أحد الشباب، ثم تطور الأمر إلى أن أخذ رقمي وأصبحت أكلمه ويكلمني بالساعات الطوال، وتعودت عليه رغم حبي الشديد لزوجي، وأصبحت في صراع مع نفسي بين حبي لزوجي وعشقي لحبيبي، حتى شك زوجي في سلوكياتي ولاحظ تغيري ووضع جهاز تسجيل لي، ثم وضع التسجيل أمامي وأخذني إلى بيت أهلي فطلقني. ففرحت لأن حبيبي كان يقول لي دائما: اجعلي زوجك يطلقك وسوف أتزوجك. قالت: أخبرت حبيبي وأصبحنا نتقابل كثيرا، وكان يأخذ مني ما يريد، إلى أن طلبت منه أن يتزوجني كما وعدني. وهنا حصلت الكارثة، فقال لي بعد أن أصبح يتهرب مني وبعد إلحاح مني، قال بكل وقاحة: أنا إذا أردت أن أتزوج فلن أتزوج ساقطة خائنة. وعند ذلك أغمي علي وأفقت على نفسي وعلى حقيقة المرة، أنا الآن لا أستحق الحياة ولا أريد الحياة التي دمرتها بنفسي. وبعض الناس لما بيتفضح تأخذه العزة بالإثم ويأخذه الكبر، وبتبقاش فرع معاه فيها إيه يعني، عادي، ما الناس كلها وأنا لوحدي. فإذا كان النهاردة ويكيليكس صارت مضرب الأمثال للفضائح، ونحن
نتخيل أن المستور سيكشف أمام رب العالمين في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويكليكس يوم ما يعمل بيجيب المخاطبات اللي حصلت، لكن ما يقدرش يحصي عليك كل ثانية في حياتك وكل صغيرة وكبيرة. ده بس مشهد من مجموعة فضائح وخفايا. إنما الكتاب اللي بيحوي كل شيء والحساب اللي هيبقى على مثاقيل الذر يبقى ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى كيف يكون الحال؟ تصوروا ان الكتاب فيه اشياء لا تخطر لك اصلا على بال. يعني احنا الواحد مننا عارف انه عامل ذنوب وعامل بلاوي ويخشى ان يلقى الله عز وجل بها، لكن الكتاب فيه مشكلة اكبر، ان فيه اشياء لم تعطي لها بالا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة ما خدش باله منها، ما فكرش فيها. والحديث في البخاري. تعالوا نشوف القرآن والسنة قالت لنا ايه عن فضائح الدنيا، من الذي يفضح في الدنيا. وتعالوا نشوف مشاهد الفضائح يوم القيامة، ونشوف هنخرج من هذه المشكلة ازاي تأمن يوم تبلى السرائر. القرآن لما يقول كلمة خزي يبقى بيتكلم عن فضيحة. وانت ماشي كده في وردك وبتقرأ قرآن، اول ما تلاقي خزي اعرف انه بيتكلم على ايه؟ ذل وفضيحة. مين بقى الانواع من الناس اللي هيلقوا هذا الذل وهذا الهوان؟ اول حاجة اللي بياخد الدين على مزاجه، اللي بياخد جزء من الدين والباقي مش جاي على مزاجه، فبيؤمن ببعض الدين وبيسيب الآخر. قال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللي واخد الدين تفصيل على مقاسه، ينفع معاه 1 2 3، ينفع يصلي، ينفع يصوم، لكن زكاة يبتدي يتكلم، لكن غض بصر لا ما ينفعش، لكن كذا وكذا لا 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 صعب قوي. فواخد اللي على مزاجه وسايب اللي على مزاجه. هذا توعده الله عز وجل بأن يفتضح أمره له في الدنيا خزي، وله يوم يلقى الله عز وجل له أشد العذاب. مين تاني؟ الذين يظلمون الناس ويصدون عن سبيل الله، توعدهم الله عز وجل كذلك بالخزي في الدنيا قبل يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى اوعى تكون سبب في إغلاق باب خير، لا تكن فتاحا لشرور، وإنما كن مغلاقا للشر مفتاحا للخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والعكس تماما للي يبقى مفتاح للشر ومغلاق للخير. الصنف الثالث المفسدون في الأرض. وأنا نفسي لما نتكلم في أصناف الناس دي ما تعملش الحيلة النفسية اللي بيتكلم عليها علماء النفس، اللي بيقولوا عليها الإسقاط الخارجي. عارف لما تيجي تسمع الكلام فتبتدي تقول ايه؟ تعرف فلان هو ده المفسد في الأرض، عارف علان هم دول الظلمة. احنا بره الليلة، احنا بره اللعبة دي خالص. الموضوع ده كله احنا مش فيه. اوعى تعمل الإسقاط ده. الصح ان انت بتبدأ بنفسك. نفسك على نفسك بصير. قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنما الحيلة إن أنا دايما أوصف المشاكل على الغير وما شوفش مشكلتي أنا ماليش دعوة بالغير. ممكن الغير ده بيأثر فيا بالسلب، لكن أكبر تأثير هو تأثيري أنا هتحاسب على عملي أنا قبل ما هتحاسب على أي شيء آخر. صح كده؟ ألا تزر وزرة وزر أخرى.
المفسدون في الأرض. انت ممكن تكون بتفسد في الأرض بس انت مش داري. مش لازم يعني تكون من الناس اللي أصحاب المظالم والناس الجبابرة اللي في الأرض، لكن بتفسد في شيء ولو يسير. ولو ان انت يا أيها الزوج مش مربي أولادك على أمور معينة فتفسد هذه النبتة وانت مش داري، فتكون مفسدا في الأرض وأنت لا تدري. في أشياء كتير على هذا المعنى. ربنا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اللي هو حد الحرابة. ثم قال أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كل مفسد في الأرض له هذه العقوبة من الذل والهوان والفضيحة. الصنف الرابع وما أكثر المفتونين، أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب غير الطاهرة. أنا أرى أن هذه أخوف آية من القرآن. إيه الآية؟ ربنا بيقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخوف آية. دول ربنا مش عايز يطهرهم، دول قلوبهم من النجاسة ومن البعد ومن القذر بحيث انه قلبه بعد قوي، ما ينفعش ده أبدا يتحط فيه حب الرحمن. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هتقول له يا رب مش عايز تطهر قلوبهم ليه؟ لو أطلعك على الغيب لا رضيت، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم. ده عايز ايه؟ ده عايز فتنة. الفتنة إما شهوة وإما شبهة. يعني ايه عايز فتنة؟ ده بيهجم على الشهوات بصدره يقول لك ما تخافش ومش فارق، وبعد كده بيتلطخ، وبعد كده ما يعرفش يخرج من الشبهات والشهوات دي. وخلونا نتكلم بمنتهى الصراحة، أي ذنب بتعمله في حياتك بتعمله بسبب ايه؟ هو إما دي إما دي، إما عندك حالة نفسية وتعبان ومتضايق ودخلت عليك حتة الشبهة دي، هو يعني خلاص الدين مش سجن يا جماعة، يا إما شهوة من الشهوات، انت عايز حاجة معينة وشايف ان الشرع مقفلها لك فعايز تعملها فبتعملها بقى. وحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. المفتونين من الصنف الخامس الجدول. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له هذا طريق الله تبتدي بقى ليه وإزاي وعشان ايه يجاد. الله عز وجل يقول ومن الناس، وأنا قلت لكم في 10 مواضع في القرآن ومن الناس، انت واحد فيهم، دور عليهم في القرآن واعرف انت مين فيهم. فمنهم بالصنف ده قال مين؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. حضرتك متخصص في الكتاب والسنة، العلوم الشرعية دي درست أصول فقه وعندك لغة وعندك فهم بمقاصد الشريعة عشان تقول لي ان الحكم الشرعي كذا. حضرتك ده مش تخصصك. لا، الدين ده بتاعنا كلنا، والدين ده حكر على شوية اللي مش عارف ايه اللي جايين يقولوا لنا كذا وكذا. طب ما هو انا ما اقدرش اجادل في تخصصات مش بتاعتي، انا ما درستش الكلام ده عشان اتكلم فيه، فما ينفعش ان انت تجادل في امر من امور الدين بهذه الطريقة. فلازم يبقى عندك اسس. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وبعدين ايه حاله؟ متكبر. ثاني عطفه، ويعني دايما مدي الاحساس بالعظمة والعلو والترفع ويديك ظهره. يعني ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وده جزاء المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، عامل زي النمل، عامل زي أدنى شيء ممكن تتصوره، أمثال الذر. اللي كان متعاظم ده بقى ايه؟ بقى عامل كده. فهذا شأنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يا جماعة أنا دائما أبدا ما أنب خطورة الكبر، إن النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. وذرة دي أنا ممكن ما بقاش حاسس بيها، وانت تتعامل معايا تقول لي انت انسان متواضع، وانا اتعامل معاك اقول ما شاء الله انسان فعلا فيه المعاني دي. لكن انت عندك حتة كده فيها كبر. كل الناس بتفهم الكبر على انه ايه؟ الغطرسة والترفع واحتقار الناس، وبيسيبوا اول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق. يعني انا دلوقتي
أقيم عليك الأدلة. واحدة مش عايزة تلبس حجاب، فأقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ونجيب لها أحاديث الكاسيات العاريات، ونجيب لها أحاديث الستر، الحديث اللي لسه بنتكلم فيه دلوقتي إن الله حيي ستير، ربنا بيحبك مستورة، وإن الأدلة وإن إجماع العلماء قاطبة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الحجاب فريضة. فتيجي تقول لك أصلي والوضع وأنا مش مقتنعة. طب ما هو الأدلة هي أدي الكتاب وأدي السنة وأدي الإجماع وأدي الكلام الشرعي، بس هي مش داخل في دماغها ومش قادرة تستجيب للموضوع بالطريقة دي. هنا المصيبة فين؟ إن المشكلة فيه كبر، وهي لو قلت لها ده كبر تقول لي يستحيل إن أنا عندي كبر. ما فيش حد في الدنيا بيقول لي إن أنت متكبرة، أنا إنسانة متواضعة جدا، أنا إنسانة حبوبة خالص، ده أنا الناس بتحبني وتتعامل معايا. ما هو الكبر مش زي ما أنت فاهمة. النبي قال صلى الله عليه وسلم قال إن الكبر بطر الحق، دفع الحق. ما ينفعنيش دلوقتي ده، ما يناسبنيش دلوقتي ده، مش مقتنع أنا دلوقتي بده، استنى ده لغاية ما أحقق بعض الأمور، لما اتجوز أبقى أعمل، لما أسوي أبقى أعمل. هو ده بطر الحق وده الخطورة. الصنف السادس المكذب بآيات الله. طبعا أكيد احنا مش ده المعنى ده، لو انت تفهمه كده برضو المكذب بآيات الله الراجل اللي بيكفر بالقرآن، واحنا الحمد لله مش كده، المسألة تعدي. لكن السلف الواحد منهم قال ايه؟ أخشى إذا عرض قولي على عملي أن أكون مكذبا. كلنا بنعرف نتكلم وكلنا ممكن نقول كلام معسول قوي كويس، لكن العمل بيفضح الواحد. كلامي حاجة وعملي شيء آخر. فالعلماء قالوا هذا هو التكذيب، بس ده التكذيب المعنوي. في تكذيب ظاهر، تكذيب اللي هو بيقول لا الآيات دي أنا مش مؤمن بيها، الحديث ده ولا أعتبر بيه، بينكر وبيكذب، ده تكذيب ظاهر. لكن في تكذيب معنوي، الآية دي ما تنفعش معي، مش هطبقها، ما ينفعش أطبقها. زمان الشباب كانوا بيحذروني قبل الدروس، ما تتكلمش في غض البصر خالص، شيلوا ده خالص. أصلا هتقعد تقول لنا غض البصر، جاي يتكتفنا، خلاص ما احنا عارفين القصة دي. وإيه كمان؟ وما تتكلمش في كذا وما تتكلمش في كذا وما تتكلمش في كذا. خلاص ده مش أصلا محل للتطبيق. بص احنا وصلنا لغاية ايه؟ ربنا يقول كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الصنف السابع المتمادي في العصيان، اللي هو بيتقال عليه فاسق، اللي عدى بقى، اللي الذنب فوق الذنب فوق الذنب فوق الذنب فوق الذنب لغاية ما كتب عند الله يوم تبلى السرائر مكتوب فاسق. في أسامي احنا مش دارين بيها، احنا قدام الناس محمد وأحمد وعلي وفلان وعلان وسلان، دي الأسامي. لكن عند الله عز وجل عابد، متعلم، عاصي، مصلي، صائم، خائن، أسامي تانية. عشان كده الواحد من السلف كان بيقول له ما اسمي عندك يا علام الغيوب، أنا اسمي عندك إيه يا رب؟ فلو اسمك فاسق وانت مش داري، أو اسمك خوان لأنك بتخون أمانات كتير وانت مش داري، والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أمانات كتير، وأعظم أمانة أمانة دينك، أمانة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة أي الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. فأمانة الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو احنا مش محافظين على الأمانة دي واسمي عند ربنا خائن، يبقى ايه الحال؟ قال الله جل وعلا وليخزي الفاسقين. دول 7 أصناف ورد أنهم لهم الخزي، لهم الفضيحة في الدنيا. توعدهم الله عز وجل بأن يفضح أمرهم ويهتك سترهم في الدنيا. في أصناف أخرى وردت في السنة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسترهم. أولهم في شأن النساء غير المحجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله، يعني من الستر. ما ينفعش تروح تغير لبسها. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إنسانة ملتزمة، يعني إنسانة محجبة، يعني فهي بتخرج فما ينفعش تغير إلا بإذن طبعا.
يعني لو هتنتقل لمكان آخر بإذن زوجها. الكلام ده بيتقال فين؟ إنها ما ينفعش تقيس مثلا لبس في مكان عام، ما ينفعش، لازم يبقى باحتياطات، ما ينفعش إنها تخلع ثيابها كده. والنهاردة لما بقت فيه كاميرات وبقت فيه كذا وبقى يحصل الكلام ده وللأسف الشديد تطلع المحل الفلاني كان عنده مش عارف ايه ومركب كاميرات مراقبة وحاططها في أماكن اللي النساء بتقيس فيها اللبس يطلع بعد كده تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة اهو، إذا كانت دي واحدة محجبة وهتخلع الحجاب بس أو تخلع لبسها وهتغير لبسها في مكان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي كده هتكت الستر، كده مش هتبقى عند ربنا نازل عليها الستر اللي يحفظها. امال اللي مش محجبة خالص تبقى ايه؟ الصنف التاسع المرائي. المرائي اصلا يعني مش شغال عند ربنا، ده شغال لحسابه، ده شغال لنظر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، من سمع، انا بتكلم عشان الناس تسمع، علشان الناس تقول، عشان الناس تمدح، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. اللي كان عايز صيت وعايز ان الناس تسمع له وان هو مش بيعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيقضي بانه زي ما الناس عرفت منه الشيء اللي هو نفسه يعرفه، الناس برضه هتعرف منه الوجه التاني. عايز الناس تتفرج عليا وانا دلوقتي كده في حالة خشوع وبتاع، فالناس تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، وفرحان قوي، بس يعمل نفسه ان هو يعني برضه متواضع ومفيش مشكلة واسأل الله القبول وبتاع، وهو طبعا يعني قلبه في منتهى السعادة ان الناس شايفاه على احسن حال، وبينسى ان ربنا سبحانه وتعالى ستره. عشان كده السلف علمونا كلمة حلوة قوي، قالوا لنا ايه؟ اذا مدحك الناس فانما مدحوا ستر الله فيك. فهمت حاجة؟ انا دلوقتي عليا ستر، فانت لما تيجي تبص كده تقول لي ايه؟ ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك، انت مش عارف انا بعمل ايه، او انا ايه رصيد السيئات اللي عندي، وربنا سترنا. فلما حد يمدحك اوعى تغتر وتقول ايوه انا استاهل، لا، انما مدحوا ستر الله فيك. هما شافوا الستر بس، شافوا الحجاب اللي ربنا حاجب بيه عوراتك عن الناس، فالناس مش شايفة منك المعاني دي، فلا تغتر. الصنف التاسع المرائي. الصنف العاشر المجاهر بالذنب. ده فتوى، ده ولا يهتم بأي حاجة، ده يعمل الذنب ويصلح تاني يوم يقول لك أنا كنت بعمل كذا وكذا وكذا. طب يا أخي اختشي، يا أخي ستره الله عليك فلا تفضح نفسك. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، شفت دخلت امبارح على حتة موقع ايه ده، ويبعت لينكات. طب ربنا سترك، كمان بتجاهر بالذنب. امبارح دخلنا السينما حتة بتاع وفي شوية مش عارف ايه لا لازم تدخله يا عم، ربنا سترك. بيكلم صاحبته بالليل وحصل وبتاع وعايز يطلع بقى يوري ان هو الدنجوان قدام اصحابه كلهم، ان انا عملت وسويت، ده ما فيش، ما عادش في دي 5 دقايق وقعتها، ده عايزه تيجي معايا بكره نعمل مش عارف ايه وسوي ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انه الاصل ان ربنا يعافيه الا المجاهر، ذنبه بيزيد يزيد يزيد يزيد. وانا بتصور بعض الناس اللي بيروح مصور مش عارف ايه وينزله على اليوتيوب وملايين تخش، وصاحبنا ده يأتي يوم القيامة بده كله. انت متصور؟ يعني هو مرة عمل الذنب ده وبعد كده حطه على اليوتيوب وخلاص بقى، وما يعرفش يعمل فيه حاجة، ومن هنا اتحط على هنا ومن هنا اتحط على هنا ومش عارف يشيله وتاب. يعمل ايه ده بقى؟ والناس قاعدة تتفرج والذنوب شغالة، ده يعمل ايه؟ احنا اخترعنا ذنوب جديدة، ذنوب تقلها ما تعرفش تعمل فيه ايه. فين ده بقى قبل عصر التصوير اللي احنا فيه والعصر اللي فيه التكنولوجيا العالية دي؟ اخترعنا فيها ذنوب عجيبة. حلو، قول لي المشكلة تعمل ايه؟ قصة الشاب اللي كان بيعمل كده وكان بيخش على مواقع وكان عامل موقع إباحي أصلا، وبعد كده مات صاحبه، دخل على جهازه عرف ان هو مؤسس الكلام ده، فين الباسورد مش عارف، كلم بتوع الكذا وكذا والفنيين المتخصصين، يا جماعة دلوقتي الموقع شغال والراجل ده مات وعايزين نقفل رصيد السيئات اللي شغال،
اعمل ايه؟ مش عارفين يعملوا حاجة، ويظل الموقع هكذا وعداد الذنوب شغال. فالجرأة على المعاصي مصيبة سودة. قال عثمان بن أبي سودة لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله. فقالوا كيف يهتك ستر الله؟ هو حد يقدر يمسك ستر ربنا ده ويزيله؟ ازاي يعني؟ هو ستر ربنا ده شيء مادي عشان نشيله؟ كيف يهتك ستر الله؟ قال يعمل الرجل الذنب فيستره عليه فيذيعه على الناس. هنيجي لما نتكلم في العلاج ان ربنا هيقول ايه للعبد؟ هيقول له عملت كذا يوم كذا. العبد يقول ايه يا رب؟ ايوه عمل. قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامة. خلاص اتسترت واتشالت. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. انما التاني بقى يعني هو سترها عليك وانت طالع تجاهر بيها. الصنف 11 الذين يشيعون الفواحش. الله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في صحيح الأدب المفرد عن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. لما بيحصل دلوقتي واحنا ما عندناش آداب الإسلام الأساسية، ويطلع مثلا جورنان من جرايد الصفرة ويطلع يقول لك الممثل الفلاني قبض عليه مش عارف في ايه واتعمل ايه وتسويه، والناس كلها تطلع تقول لك الراجل ده ويرموه بذلك. ماشي، هو البعيد ممكن يكون محل للبلاوي كلها، بس ما ينفعش ان انت تتهمه وتقذفه بغير بينة. الشرع عندنا في موضوع الستر عجيب. يعني ايه يعني؟ عايز افهمها انا دي. يعني ايه راجل بيزني بامرأة نجيب 4 شهود عشان يشوفوا؟ تيجي ازاي دي؟ ما ينفعش. ولو واحد منهم شك يجلد. لو واحد شك يجلد 80 جلدة. يعني لو واحد دخل قال مش عارف هم كانوا في محل الزنا ولا لا. ليه ده؟ ستر. لما ماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا عمل كده، فراح لواحد صاحبه من الصحابة وقال له أنا دلوقتي عملت المصيبة السوداء دي وأنا مش قادر أعيش، عايز أتطهر من الذنب ده. قال له اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وقول له. فغلط صاحبه ده، غلط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولي الأمر، فلو رفع إليه الأمر يبقى كأنه هو جاي بيعترف بجريمته، يبقى لازم يقاضيه، يبقى لازم يقتص منه ويقيم عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يراجعه. بص الستر، هل فعلت كذا؟ لا لا، يمكن عملت كذا. طب يمكن عملت كذا. طب يمكن عملت كذا. لا عملت كذا. خلاص هو معترف ومتلبس بالأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحد عليه، وراح جاي لصاحبه قال له ايه؟ قال له هل سترته بثوبك؟ مش كنت تستره؟ بص الشرع. فالنهاردة اللي يذيع، اللي يتكلم بكلمة يقول لك فلان ده كذا، هذا قذف ولا يصح بحال. واحنا بقى في عالم الفضائح ده كلها كده، فلان بيشتم فلان بيقول له ان هو مصور له مش عارف ايه، والناس مستنية بقى لا لا فلان ده اللي لا 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 علان اللي صح، والرأي العام كله قاعد يتفرج على قذف للمحصنين والمحصنات. بلاء. فالذين يشيعون الفاحشة والإعلام الفاسد اللي مادته الأساسية فضيحة فلان الفلاني، هذا لا يمت إلى الشرع بصلة. والمصيبة فين؟ اسمع الكلام تاني. من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. حكم صاحبه اللي يتكلم في الكلام ده. وفي كل مجتمع كده طلع إشاعة وقول فلان ده ذمته المالية كذا، أو قول إنه فلان ده عنده مشاكل في الموضوع الحريم، تلاقي الناس كلها قاعدة تقول لك كذا وده حصل وسمعت وعرفت وعملت، ومن غير أي شيء يتكلم في ده، فيأتي يوم القيامة بهذه الذنوب ولم يعملها. تلاقي نفسك مكتوب ان انت زنيت وانت ما زنيتش، مكتوب ان انت عملت كذا وكذا وكذا من الفواحش وانت عمرك ما تلبست بشيء من ده، بس كنت بتتكلم بيه او بتقره. فعفوا لسانا حتى لا يهتك الله أستاركم. من الأمور كذلك الوردة في السنة لمن يفتضح أمره مسألة إطلاق البصر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، والجزاء في هذا من جنس العمل. من نظر ينظر. يعني انت هتعمل الذنب ده هتترد لك في أهل بيتك. هي الذنوب الشهوات كده،
بتترد. هتترد بقى في حد من محارمك، تترد في مراتك، تترد في أختك، تترد في بنتك، هي كده إلا أن يتوب. عشان الناس لما تسمع الكلام ده تترعب، بتقول لك خلاص انت قفلتها لنا ليه؟ ربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، إلا إنه يتوب يبقى خلاص. لأنه القاعدة بتقول ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يعمل. خلاص انتهى، ما فكرش، خلصت، الحمد لله ربنا تاب عليك. إنما إذا كان هذا الذنب ما زال القلب متلوث به ولسه أنت ما ندمتش منه، فهذا متوعد عليه بالجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان. ومنها أيضا إفشاء أسرار الفراش والأسرار الزوجية، والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا فيها حديث صريح جدا. في زمن عادي خالص انه النساء تتكلم على الرجالة والرجالة تتكلم على النساء من غير تحفظ. قال صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ النبي حتى ما قالش، يعني وقف عند كده قال لهم وسكت. يعني في حد منكم ممكن لما يحصل كده يتكلم يحكي حاجة من اللي بتحصل على الفراش؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا، فسكت. ثم أقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ ما استطردش. لما جاء في النساء النبي صلى الله عليه وسلم حياء، ما عادش بقى يقول لها لما يبقى جوزك معاكي ويحصل كذا، راح لها هل منكم من تحدث؟ قال فسكتن. فجست فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. أيوة بيتكلموا في الكلام ده. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطان في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما شبه قال شيطان مع شيطانة، ما كانش يتصور إنه ممكن يبقى في زنا في العربيات ولا في نادي السيارات ولا في كذا ولا كذا، ما كانش متصور إنه ممكن على البلاجات، ما كانش متصور إن حاجة هتتعمل الكلام ده في الشوارع. قال الشيطان لما يقابل الشيطانة وقاعد وحصل كذا قدام الناس ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه. بيقول والراجل المفترض لما يجي يتطيب بينتشر ريحه ولم يظهر لونه. ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه سترا للنساء. إنها لما تيجي تحط عطر فهي تحط حاجة ريحتها مش فواحة لكن ممكن يبقى ليها لون زي الحناء وغيرها إنها تتجمل بيها سواء لزوجها أو في وسط النساء وليست طبعا على ملأ الناس. إنما بيتكلم في الستر هنا حتى عشان ما يبقاش أي مجال للإثارات وغيرها. هذه فضائح أهل الدنيا. 13 صنف من الناس ذكرهم ربنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فعندنا بقى مواقف الفضيحة يوم القيامة، وعد معايا. الموقف الأول، أول فضيحة من فضائح يوم القيامة، يوم تبعث على ما كنت عليه. أول فضيحة كل الناس طالعة من إيه؟ من القبر. ده طالع ماسك إزازة ويسكي، وده طالع حاضن واحدة، وده طالع ماسك سيجارة، وده طالع عينيه كان ميت وهو بيتفرج على مش عارف إيه، وده طالع وده طالع وده مرابي وده كذا وده كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. والقاعدة بتقول من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. يعني انت هتعيش قد ايه؟ يعني هيطلعوا كلهم على بعض السنين اللي انت كلفت عليها قد ايه؟ يعني طلعوا 40 سنة 50 سنة، اغلبهم كانوا ايه؟ دنيا ولا وعبث. ده اللي انت كنت عايش عليه هتبقى كده يوم القيامة، هتموت عليه فتبعث عليه. كان عندك ايه تاني مختلف؟ ايه اللي جوه قلبك؟ ايه اللي انت عشت عشانه؟ ايه القضية اللي انت كنت فاهمها في الدنيا؟ كنت فاهم ان المصير ده ايه؟ وكنت فاهم ربنا خلق الدنيا دي ليه؟ كنت ماشي زي ما الناس ما هي عايشة وخضتم كالذي خاضوا؟ ايه الفرق ما بينك وما بين اي حد؟ ايه الشيء اللي كان شغلك؟ عشت على ايه؟ احد اسئلة القبر. فيما كنت
فيجيب المؤمن فيقول في الإسلام كنت، ويجيب الفاجر، ما قلتش الكافر، الراجل العاصي المتمادي في العصيان، يجاوب يقول ايه؟ لا معرفش، كنت عايش عشان ايه؟ والله ما عارف. دلوقتي انت بتفكر في ايه؟ بفكر اجيب فلوس. عشان ايه؟ عايز اغير البيت. وايه كمان؟ عايز اغير العربية. وايه تاني؟ عايز اجيب شاليه في الحتة الفلانية. وايه كمان؟ وعايز ادخل اولادي في مدارس احسن من المدارس دي، ادخلهم في مدارس لغات. وايه كمان؟ ما هي كل واحد في مرحلته في العشرينات كله مشغول بالجواز، عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز. خلاص اتجوز المفترض يعني في الفترة دي. دخلنا بعد كده بقى عايز استقرار فترة الثلاثينات، وعايز بقى عشان ما اتعبش في حياتي عايز اشيل قرشين للزمن، وعايز اعمل مشروع يدر عليا. والاولاد بدأوا يكبروا شوية وبدأوا يخشوا في مراحل الدراسة، شوية بشوية نخش في مرحلة الأربعينات، نبتدي بقى نتكلم في الأولاد دول تأسيس حياتهم وأمورهم ونخش على أواخرها نبتدي نتكلم الأولاد دول هيبتدوا يبقوا فين، هل هيبتدي بقى قصة الجواز، وفي بعضهم في سن مراهقة. كل واحد ماشي في دوامة معينة كده، فكل مرة بيحطوا قدامه هدف دنيوي معين لغاية ما بينتهي الأمر. هو الكلام ده محدش هيعمله؟ ما كل الناس هتتجوز وكل الناس هتخلف وكل الناس دي هتبقى أهدافها. بس في واحد عارف يحقق المعنى ده في ضوء شيء مكونه قبل كده اسمه حياته مع ربنا. فهنا في حاجة بتصبغ الدنيا دي. يعني أنا بتجوز بس في معنى، أنا بجد مش هزار ومش كلام بيتقال فض مجالس، لا بجد انت بتتجوز عشان هدف حقيقي بيصب في الآخر في الآخرة. وبجد انت أولادك دول محتسب فيهم معنى ان هم يبقوا في ميزانك فعلا، مش قصة ان انت عايز تتباهى بيهم قدام الناس وانهم يبقى سندك وظهرك زي ما الناس بتفكر. عندك تفكير مختلف، ده اللي بيفرق مؤمن من غيره. كل الناس بتعمل نفس الأعمال، لكن المسألة قلب. الترمومتر اللي جوه هو اللي بيقيس الأمور ماشية ازاي. الترمومتر اللي اسمه ترمومتر القلب. فأول فضيحة أن تبعث على ما كنت عليه. طيب الفضيحة الثانية يوم تشهد عليك جوارحك بما كنت تعمل. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللي هو النبي قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. انت حط نفسك في الموقف، مسكت كتابك ووقفت قدام ربنا وبدأ ربنا يقول لك عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، عدت يوم 2 3 عدى عليك 10 ذنوب 100 ذنب 1000 ذنب 2000، طهقت بقى ومش قادر بقى خلاص. فايه جيت في واحدة من الحاجات اللي انت خايف منها، اليوم الفلاني انت عملت فيه كذا، لا اتكسفت مش قادر بقى، يعني كفاية اللي فاتوا دول كلهم دول عديناهم، انما شوية بقى توال. فجيت في اول واحدة ورحت قايل لا. طيب لسانك يتقفل عليه وتشهد الجوارح. الذنب ده كان بايه؟ بعينيك انطق، الذنب ده كان بايديك تنطق، الذنب ده كان برجليك انطق، الذنب ده كان كذا تنطق. فيبقى شهادة الجوارح عليك وشهادة صادقة لا كذب فيها. ربنا يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنا مأمورة، أنا طيعة لله، ما أقدرش أخالف أمر ربنا، أنا مش زيك كنت بعصي ربنا وما كنتش واخد بالي. فإذا أردت أن تعصي فعليك أن تضع جلدك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك أن تضعهم جانبا ثم تعصي الله ما استطعت. وفي كل معصية سل نفسك كيف يعصى الله وكل هؤلاء شهود عليك يوم القيامة. دي الفضيحة الثانية. الفضيحة الثالثة لما تبص تلاقي انت شايل ذنب وجاي بيه يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد تحمل ذنبك على ظهرك أمام الناس. قال الله
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. انتوا مش واخدين بالكم يعني ايه هتشيل الذنب؟ اسمع بقى كلام العلماء والمفسرين فيه. يعني ايه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ قال السدي ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال له ما أقبح وجهك إيه ده؟ ويقول كذلك كان عملك قبيحا. يقول له إيه ده؟ إيه وشك ده؟ فيقول ما هو عملك كان كده. قال ما أنت نريحك. قال كذلك كان عملك منتنا. قال ما أدنس ثيابك. قال إن عملك كان دنسا. قال من أنت؟ قال أنا عملك. قال فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني. أنا كنت معيش مش عمله بقى سيء، أنت كنت عايز إيه؟ كنت عايز تمشي كذا وتعمل كذا وتسوي كذا، أنا كنت معيشك آخر عيشة، كنت مقضيها زي ما أنت عايش في الدنيا، كنت أحملك الدنيا باللذات والشهوات. قال فأنت اليوم تحملني، فيركب على ظهره فكأن العمل بيجسد، فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قول الله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم. وقال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. عمرك ما وقعت في إنك تسببت في حد يعمل ذنب ضليته بيه؟ واحد كان ماشي مع واحدة أيام الشباب وضلها، واحد كان عفيف والتاني علمه ازاي يرتشي ولا يعمل كذا ولا كذا. ما هي صحبة السوء هي دي. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والشواهد كتير والمعاني دي اللي هي الذنوب الجارية. في حاجة اسمها الحسنات الجارية، تسمعوا الصدقات الجارية، برضو في حاجة اسمها السيئات الجارية. زي ما قلنا كده في موضوع المواقع الإباحية واللي بيعمل كذا ويتسبب في شيء ويكثر من بعضه يكون السبب فيه، اللي هو من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فخاف قوي من ده، إنك تيجي يوم القيامة شايل الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن كل واحد يوم القيامة بيأتي بمظلمته. واحد من جماعة بتوع الفلاحين وبتاع راح واخد ماشية من المواشي، ولا نصب على واحد في حاجة، ولا واحد في ورث راح واخد قرشين من إخواته، يجي يوم القيامة شايلهم، شايل ده على قلبه كده. ألا ساء ما يزرون. فضيحة الرابعة أن يظهر أثر الذنب على وجهه يومها يوم تبلى السرائر. قال عبد الله ابن عمر يبدي الله يوم القيامة كل ستر وكل سر فيكون زينا في الوجه. ده راجل كان بيعمل صدقات خفية، ده راجل كان بيصلي بالليل والناس نيام، ده راجل كان مطوع لله تبارك وتعالى، تلاقيه ليه أعمال سر خبيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يكون له خب، يعني حاجة سر كده، خبء من عمل صالح فليصنع. فيجي يوم القيامة مشرق الوجه. وده اللي احنا كل مرة من واحد يبص يلاقي واحد حسنت خاتمته ويسأل الناس كلها يا عم الحاج ده كان بيعمل ايه، يا عم المرأة دي كانت بتعمل ايه، ما تلاقيش حاجة كبيرة قوي، مش حاجة يعني الناس كلها تتفق عليها. فما تجدش جواب لحسن الخاتمة اللي قدامك دي إلا أنه له خبء من عمل الصالح، حاجة كده محدش عارفها. هو ده، لأنه هو ده سر الإخلاص أصلا. والعكس بقى أنه يكون عامل بلايا سود وذنوب سر خفية. عارفين حديث جبال تهامة، يأتي يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله وباء منثورا. حديث ثوبان
عند ابن ماجه في صحاح الشيخ الألباني. ايه ده بقى؟ لا الجبل الحسنات اللي كان داخل يقول لك بس خلاص موضوع الآخر خلصناه، جبل يا حاج هيتحط دلوقتي في الميزان خلاص انتهى الموضوع، فيجعله الله هباء منثورا. راح فين الجبل؟ دول مين يا رسول الله؟ صفهم لنا. ثوبان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كده، قال له دول ناس زيكم بالظبط، دول ناس بيصلوا وبيصوموا وليهم ورد من الليل كمان، بس كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طول ما هو وسط الناس عفيف وتقي ومؤمن وكل حاجة، أول ما يخلو الخطرات بقى والوساوس والهواجس، ويبتدي بقى يعيد الملفات ويرجع الحسابات ويرجع بالذاكرة للذنوب ويخش ويعمل ويسوي ويحط. قال فيجعلها الله هباء منثورا. فطبعا اللي بيعمل ذنوب سر دي بتظهر بقى آثارها على وجهه يوم القيامة، يوم يفضح الناس بأعمالهم. المرابي ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول ايه؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يجي يوم القيامة تلاقيه عامل زي الايه؟ زي الممسوس. ويعيش في الدنيا كذلك، عنده مشاكل نفسية. اللي بيكسر السؤال، اللي هو بيمد ايديه للناس وهو غير محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحمه يتساقط فيبقى هيكل عظمي، لأنه كان مش محتاج. اللي كان ليه أكثر من زوجة ولا يعدل بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل، فضحته مجسدة يوم القيامة. الفضيحة الخامسة ساعة الحساب. عارفين القصة بتاعت الفضيل كل شوية نقولها؟ لما وقف على جبل عرفات سكت خالص، قعد يعيط طول اليوم والناس كلها قاعدة تدعي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو قاعد يعيط. طب يا عم ادعي، النبي دعا مش عارف يدعي. وبعدين بص لقى الناس نزل على مزدلفة غروب الشمس وخلاص الناس هتتوجه لمزدلفة، راح مصرخ وقال وسوءتاه وإن عفوت. قالوا غلب عليه الحياء. بمعنى قال لك ما هو ماشي إن شاء الله ربنا هيعفو وإن شاء الله ربنا يغفر، بس في موقف هقف تلقاء وجه الله تبارك وتعالى، هيرخي الله علي ستره، ومش هيبقى في حد دلوقتي غير أنا وربنا وبس، وهيقررني على ذنب أودي وشي فين من ربنا. عشان كده صرخ وقال وسوءتاه وإن عفوا. ماشي خلاص ربنا سترني، عشان كده الناس دي كلها مش هتشوف، بس أودي وشي فين من ربنا، وأودي وشي فين من النبي اللي قال في الحديث لا تسودوا وجهي. قال انتوا هتلقوني على الحوض، هتلاقوني واقف عند الحوض مستنيكم، بس اوعوا تسودوا وشي بأعمالكم. ففضيحة قدام النبي وفضيحة أعظم قدام ربنا سبحانه وتعالى. الفضيحة الستة خلاص أهوال القيامة وحشر وصراط وتابعات وأحوال وعدينا الصراط والجنة بيننا وبينها كم خطوة، خلاص أنا داخل الجنة أنا داخل الجنة. تلاقي واحد ماسكك من رقبتك، إيه ده؟ أنا ليه عندك حساب؟ ليه؟ أنت مش كنت ماشي مع أختي زمان ومن ورايا وعملت لي فضيحة؟ حقي الذنوب بتاعتي خدها أو أخذ من حسناتك. أنت مش فاكر اليوم الفلاني لما كنت أنت المدير عليا وما اديتنيش حقي؟ مش فاكر الورث الفلاني لما عملت كذا وكذا؟ حقي. مش فاكر لما قلت عليا بظهر الغيب وقعدت تقول ده الإنسان ده كذا ده الإنسان ده كذا واغتبتني وما كنتش تعرف ان الغيبة دي من الكبائر واستحللت عرضي؟ أنا مش مسامحك، حقي. ذنوب اسمها ذنوب التبعات. وما أدرك ما التبعات، لأنه ربنا هيغفر يا رب، هو الغفور الغفار، إنما العبد لا يغفر ازاي؟ حقي. إذا كنت أنت يوم القيامة هتمسك في أبوك هتمسك في ابنك تقول له يا ابني حسنة، يقول لك معلش نفسي. إذا كنت هتروح للأنبياء هتروح تقول لهم اشفعوا لنا، هيقول لك نفسي إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأنبياء والرسل كل واحد منهم هيقول نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا كان كل واحد هيبقى عامل كده، فما بالك بقى اللي انت ظلمته او اللي انت اجرت عليه او اللي انت مش حاطه في حسابك، لما يجي لك يقول لك آسف حقي، وتبقى فضيحة. تعمل ايه؟ ذنوب التبعات دي حلها واحد: الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العزة، قال: أفيدوا عبادي مغفورا لكم وضمنت عنكم التبعات. قال عمر: ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال: كثر خير الله وطاب. ايه ده؟ ايه الهنا اللي بياخدوا الحجاج ده؟ الحج يغفر التبعات، بس بشرط انه يكون تاب. مش معناه انه هو كده خلصت. يعني واحد يجي يقول لك ايه، انا مثلا اختلس لي 1,000,000 جنيه ولا حاجة، واطلع لي حجة من اللي 5 ستارز، ادفع 100,000 منهم يعني، واروح احج، وبعد كده دخل الجبنة 900,000، تمام كده، فكده خلصت كده. ده اسمه كالمستهزئ بربه. احنا بنتكلم على واحد على التوبة ومات وهو يعني متبرئ من الذنوب، لكن كانت عليه شوية حاجات من الحاجات دي، فربنا يضمن عنه إن أحسن لله التوبة النصوح. التوبة النصوح تهدم ما كان قبلها، والحج سبب من هذه الأسباب. وقالوا رحمة الناس بعضهم ببعض، كل ما ترحم الناس أكثر ربنا يرحمك أكثر يوم تبلى السرائر. طيب عرفنا كده فضائح الدنيا وفضائح يوم القيامة. نعمل ايه؟ ايه الواجب العملي لدرسنا النهاردة؟ ايه العلاج؟ كيف نستر دنيا واخرة؟ نعمل ايه؟ اول حاجة: استر نفسك، استر غيرك، تعبد الله باسمه الستير، استشعر نعمة الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فاستر نفسك، لا تتكلم بذنوب ولا تجاهر بذنوب ولا تبقى متمادي في الذنوب وداخل على الفتن هكذا. شوف، ربنا يحبك ضعيف، ربنا يحبك غلبان، ربنا يحبك وانت بتقول له: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا معترف يا رب، ساعدني، أنا بحاول، أنا عايز، أنا والله أريدك يا رب، لسه نفسي ضعيفة، لا عندي لسه مشاكل، الشيطان لسه بيتملكني، يا رب قويني عليه، يا رب قويني على نفسي، يا رب يا رب ما موتش إلا وقد تبت إليك توبة نصوح. قلبك كده في الحرارة دي، في المعنى ده. إنما هتقول أنا خلاص هعمل إيه، ما هو مفيش فايدة، حاولت وما نفعتش. إن الله لا يمل حتى تمنى. أنا حاولت كتير وجت لحالة يأس وإحباط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. استر نفسك واستر غيرك. ولو رأيت إنسان على ذنب استره. مش عارف تقول له تنصحه بنصيحة مباشرة، انصحه بنصيحة غير مباشرة علشان يبقى أوقع بالنسبة له. أصل بعض الناس لما تيجي تقول له مثلا على شيء اكتشفته عليهم، تيجي الأخت تسأل: أنا شفت على جهازه الكلام ده، أقول له إيه دلوقتي؟ تقول لها: معلش افهمي، هو مريض دلوقتي، مريض بالشهوة، مريض بالمشكلة دي، عنده عادة سيئة بالشكل ده، فأنت عليك أن أنت توصليها له بطريقة غير مباشرة. وطالما هو في قلبه دين وفي قلبه خير وعنده شيء، حاولي تستثمري الأمر ده بطريقة غير مباشرة عشان خاطر تبقى الأمور كده. مرة كنا في عمل، المهم اكتشفنا أن واحد بيدخل على كده يعني بيعمل برضه نفس المشكلة دي وبتاع، فرحنا عاملين له رسالة بطريقة كده ما، ان هو اول ما يجي يفتح الجهاز يطلع له انذار كده، وكان معانا اخوة مبرمجين وبتاع، راح عاملين له رسالة وانذار بقى كده وايه، ويعمل له حركات وجهازك هيتعمل، وبطل بقى الكلام ده وحاجات من دي يعني. وطبعا مين بقى اللي عمل مين الله اعلم كده يعني. تبعت له رسالة على الموبايل بتاعه، تحط له فيها حديث وتحط له كلمتين من موبايل مش معروف. المهم عشان خاطر بنستره حتى في النصيحة، حتى في النصيحة ما بنجهلوش نقول له تتقي الله، انت بتعمل كذا، ما هو هتاخده العز، او ساعتها ممكن يبقى احنا كنا عون الشيطان عليه، يقول لك خلاص بقى ما انا خلاص اتكشفت. فاهمين؟ الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة اخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رجل سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد، رجل علم من رجل شيء، اهي قصة أيفشي عليه؟ ده يعني عارف ان هو فلان بيعمل كذا ومتأكد،
شفته وهو بيعمل الذنب الفلاني، اروح بقى الحقه فلان فسق وفلان عمل، ده انا شفته ماشي مع واحدة. قال أيفشي عليه؟ قال لا بل يستر عليه. هل سترته بثوبه؟ وإنما ينصحه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، الطريقة الغير مباشرة. ومن الستر عشان النساء تتعلم الكلام ده، ألا تنعت امرأة لزوجها. فلان ده اتجوز بنت أمورة أوي، شكلها ايه بقى؟ شكلها ده قمر ما شاء الله، دي كذا وكذا وكذا، وهي فاهمة بقى طبعا جوزها طبعا عينيه مليانة وعمره ما هيبص لغيرها يعني. كل سنة وانت طيب. ليه يعني؟ هو مش راجل؟ وممكن الشيطان يلبس له الأمر وخلاص يعني شاف صاحبتنا دي بقى له فيها قد كذا فاقلب بقى الصفحة وخدش على صفحة جديدة. ليه لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، لا يجوز. هذا من الستر. من الأمور برضو الأمر الثاني بقى في العلاج، اكثار العبد من العبادة بشكل عام يجعله مستورا عند الله، لأنك بتقل الميزان هنا، فالحسنات بتذهب الايه؟ السيئات. شوفوا الحديث ده وخدوا بالكم منه عشان بيتفهم غلط. الحديث في الصحيحين أنس بيقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال له أنا عملت ذنب من ذنوب الحدود. قال ولم يسأله عنه، النبي ما قالوش أنت عملت إيه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. أنا بقول لك أنا عملت ذنب من ذنوب الحدود، فأنا عايز دلوقتي يلا أقيم الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال له أنت مش صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. المشكلة فين بقى؟ حكاية حد. احنا لسه بنقول لما ماعز راح النبي أقام عليه الحد، مش معنى ده النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامش عليه الحد ليه؟ مش هو رفع الأمر إليه؟ العلماء جاوبوا على الكلام ده بحاجتين. أول حاجة أن الراجل كان يتوهم أنه أصاب حدا، في بعض الحديث أنه قبل امرأة، فبالتالي هو فاهم أنه عمل كده ما يوجب عليه الحد، فبيقول له إني أصبت حدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه لأنه لم يكن حدا أصلا، فلذلك لم يكن. القول الثاني وده الأضعف، الأولاني هو الأصح يعني. القول الثاني قالوا إيه؟ قالوا لم يصب الحد لأنه لم يفصل له فستر. إنما ماعز لما دخل قال له أنا زنيت، ما قالوش أصبت حدا، قال له أنا فعلت كذا. قال له هل فعلت كذا؟ قال له لا فعلت كذا. فالأولاني دخل بجريمته، يعني معاذ قال له أنا عملت إيه، الثاني ما قالوش أنا عملت إيه. فالنبي ستره وقال أن الصلاة، وهنا محل الشاهد، أن الصلاة تكفر عنه ذلك. قال له مش صليت معنا العصر؟ فأخذ العلماء من ذلك أن العمل الصالح وبالذات الأعمال الثقيلة في الميزان أعظم الأسباب للستر، دي اللي بتسترك. وعندنا أحاديث بتبين المعنى ده. يبقى الصلاة، الإكثار من الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. فسمت إن الصدقة إيه؟ سترة من الإيه؟ من النار. ستر المسلم عند تغسيله، إنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني حسنه الألباني قال من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. فجعل ستر الإنسان. لما أنا ساعة ما بغسل بصيت لقيت الراجل اسود وبقى حالته حالة وطلع مش عارف إيه وعمل إيه وبقت حالته كذا، ينفع أجي أقول للناس فلان الفلاني على الكذا؟ ما ينفعش التعيين، لكن ممكن نقول واحد ما كانش بيصلي وحصل له، لكن ما نعينوش علشان يبقى ستر عليه. من ذلك أيضا حسن الخلق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن أبي الدنيا حسنه الألباني قال من كف غضبه ستر الله عورته. قالوا لأن الإنسان لما بيبقى غضبان بتطلع عوراته كلها، انت غضبان بقى مش انت اللي بتتكلم. فلما سكت عن موسى الغضب اللي كان بيتكلم سيدنا موسى، فبالتالي اللي يكف غضبه يستر. الدعاء، وأنا بأوصيكم الخير بذلك، الدعاء ده بالذات في أذكار الصباح والمساء، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. قولوا أمين. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
فالأمر الثاني ثقل ميزانك بعمل صالح كبير تلقى الله عز وجل به فيكون سبب في سترك في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث والأخير أصلح قلب. مش هو يوم تبلى السرائر؟ فلو السريرة دي اللي هو الباطن ده طاهر يبقى كله يطلع بعد كده ذكي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ما هي أي حاجة من الحاجات دي لها أساس في القلب. القلب تعبان، القلب مريض، فعايزين نصلحه. أصلح قلبك بإيه؟ بأشياء كتير، وأهمها كثرة الاستغفار وقراءة القرآن بالتدبر ومعاملة الله بالصدق لا بالخيانة، بأن يكون لك عمل سر له أثر على هذا القلب، بأن تقل الكلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أختم هذه الوقفة ونحن نتصور أن اسمنا على ويكيليكس، أختمه بهذا الكلام الماتع لابن القيم، يقول: كل محبة لغير الله فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه إلا محبته سبحانه وتعالى، ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر. مفتاح الأمر. فإذا أحببته، لو كنت بتحبه بجد، لو حبه في قلبك مترسخ بجد وبيصدقه أعمال، ده الحل من الفضيحة يوم تبلى السرائر. كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من أن يفتضح أمرنا في الدنيا أو في الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.